جمر الظلام وجمر الظلم. سنعيد إطلاق الأحلام، أحلام بحجم وطن، وسنعالج الجراحات القليلة، لكننا لن ننسى أن الحدائق العامة تحولت ذات يوم في مدننا إلى مقابر عامة. لن ننسى عيون الشهداء، بكاء الأمهات، عويل المخيمات، دموع المشردين، قوافل الأيتام. لن ننسى تلك الأيام الرهيبة التي لم ترحمنا. لن ننسى جلادا غرس خنجره في صدر ضحيته وراح يغسل يديه من دمائه. لن أنسى لحظة قابلت فيها شيخا عجوزا وهو يبكي بحرقة، يحمل في يده كيسا فيه ما تبقى من أشلاء، فيه ما تبقى من الأشلاء لاثنين من أبنائه خطفهم التراب قبل موعدهم منذ عام. سننكأ الذاكرة وسنعيد الماضي القاسي. ما سمعته، ما رأيته من أهوال وحكايات وقصص من بعض صور هذه المدينة يفوق أهوال حروب كبرى. أعرف أن الأنبار ستتخبط في دمها طويلا، لكنها ستعود بملامح نهضة جديدة. أعرف أن الدموع لا تعيد طفلا اغتالته قذيفة، وأعرف أن الرثاء لا يعيد إعمار مدن أكلتها النار. ليس باستطاعتي أن أرى ما تبقى من حي الشرطة وأشلاء حي الجمهورية والوليمة الكبرى على حي البكر، وأنهارا من الجثث تتدفق في الشوارع، والمذبحة المفتوحة لكل أثر في مدينة الرمادي. أعترف أني في البداية شعرت بقلق عظيم من عدم القدرة على إنجاز المهمة في الموعد المحدد، فكيف وحجم هذا الدمار كبير يفوق القدرة على التصور. لكن عندما يتدافع الأحرار على نخوتهم تهون الصعاب وتصغر كل عظيمة، وتصغر في عين العظيم العظائم. إن الكبير كبيرات مواجعه كثيرات فواجعه. أقبل جباهكم العاليات الشامخات وهي تصافح عنان السماء. أيها الرجال، تالله لقد كنتم جمع الرجال الكبار. يا أحرار لجان إعادة نازحي الرمادي،
إعادة نازحي الأنبار. أسجل شكري لكل من عمل في هذه اللجان بجميع عناوينكم، مهماتكم، وظائفكم، اختصاصاتكم. وأسجل بالفخر والاعتزاز للجمعيات والمنظمات الساندة لكم. لقد واصلتم الليل بالنهار بتصميم وعناد من أجل إنجاز المهمة في الموعد المحدد. لم تهزكم عواصف ولا رعود ولا بروق ولا مؤامرات. هي صور وحكايات، إنها صور وحكايات من أجمل الصور وأروعها في حياة كفاح الشعوب. لقد أثبتتم أن شعبنا عصي على الإخضاع والتطويع، وأن شعبنا قادر على أن يعيد بناء حياته، ولن يستطيع أن يمنعنا الشامتون، بل سترغمهم الأيام على التخلي عن أحلامهم المريضة. وتهطل من عيني دمعة ساخنة على الشهداء الذين قدموا دماءهم قرابين على مذبح الحرية والعدالة من أجل عودة أهلهم النازحين، وهم يفككون الألغام والعبوات الناسفة والمفخخات ليحافظوا على سلامة أطفالهم. فارقونا قبل رؤية أبنائهم، ولم يشبعوا من تنفس الهواء، ومضوا إلى رحاب ربهم. الشظايا في أجسادهم وقطرات الدم النازف من جراحهم ترسم طريقهم. شكرا لكل من نزف دما، شكرا للمؤسسة العسكرية، شكرا لأجهزة الأمن وقواه، شكرا للمتطوعين من كل محافظة العراق، شكرا لك أيها الشهيد كرار الساعدي من العمارة، شكرا لك أيها الشهيد من الناصرية، شكرا لقوافل الشهداء من محافظة الأنبار، وعلى رأسهم الشهيد البطل أحمد حمدي العلواني، وقيصر هادي الويسي، وأثير مستقيم. شكرا لكل مدن العراق التي شاركتنا في تنظيف هذه المدينة وقدمت شهداء قرابين على مذبح حريتها. الدرس الأعمق هو الآتي: قدرنا واحد، أن نعيش معا وسوية، أن نموت معا وسوية، وأن ننتصر معا وسوية. وإذا تحدثوا عن مدينة الرمادي هنا، فإن عيني هناك على الفلوجة، مدينة المآذن والمساجد والمحاريب
والمنابر، وفي قلبي وطن من الألم على إخوة لنا، على إخوة لنا يفتك بهم الموت بعد أن ارتهنتهم عصابات داعش الإرهابية، فراحوا يلتقطون أنفاسهم الأخيرة من الجوع والمرض. إنها الفلوجة بين رصاصتين، الفلوجة بين ذباحين ومذبوحين. أفكر في الأطفال النائمين تحت ركام منازلهم، أفكر في الفقراء واليتامى والعراة، وكأنهم يريدوا أن يقولوا لنا لقد قتلتنا جيوش الظلام الإرهابية وتحولنا إلى مواطن رهائن في بيوتنا. كأنهم يريدون أن يقولوا يا ضمير العالم استيقظ ولا تتهرب من الرؤوس المقطوعة فوق التراب. يا ضمير العالم استيقظ، نحن العائلات المنسية في الأحياء المهجورة من الخرائب المنسية في مدينة اسمها العراق، هي الفلوجة. ارتهبنا الإرهاب ونريد، وقتلتنا رائحة الجثث المتفسخة، نريد الخروج من الكهوف وأن نفتح النوافذ. كأنهم يريدون أن يقولوا لنا كل قاع يرمينا إلى قاع، كل منحدر يسلمنا لمنحدر، كل هاوية تدفعنا إلى هاوية. كلما فتحنا نافذة واجهنا جدار، ونحن نريد أن نظفر بكسرة خبز وشيء من الكرامة. أقول لأهلنا في الفلوجة: نحن علماء الدين في الوقف السني نطلق مبادرة لإغاثة أهلنا المرتهنين في مدينة الفلوجة من قبل داعش الإرهابية، والتي أخذتهم دروعا بشرية. نطلق حملة لإغاثة أهلنا في الفلوجة، وإني مع علماء الدين قادم وفي الطليعة، وكما قلت بالأمس عائدون وعادت خيلنا قدرا، وسنقتحم الإرهاب في خنادقه. أقول اليوم نحن قادمون بحملة غذائية إلى الفلوجة، وبصدور عارية يملأها الإيمان بالله وحده، وإيماننا بقضية هي في كل الأحوال وبالمطلق قضية عادلة. هذه الحملة باسم كل العراقيين، باسم الجنوب والشمال والوسط، باسم كل القبائل، باسم كل القيادات الدينية، وسنقتحم الإرهاب في خنادقه، ونطلب من الجهات الرسمية المختصة أن توفر لنا ممرا للعبور إلى الفلوجة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن
من بات شبعانا وجاره إلى جنبه جائع. مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. دخلت امرأة النار بهرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ودخلت امرأة مومس من بني إسرائيل الجنة لأنها سقت كلبا شربة ماء. أي إسلام؟ إسلام أولئك الدواعش مع هذه القيم العظيمة لإسلامنا الحقيقي. المجد والخلود لكل شهدائنا، والخزي والعار واللعنة على كل الإرهابيين سماسرة الدم تجار الفتنة أصحاب المشاريع الدنيئة. وفي صدري وجع وهواء ساخن أوثر أن أكتمه لجلال المشهد وعظمة اللحظة. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فيا فوز المستغفرين استغفروه. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده، وقال قولا كريما تعليما لنا وتفهيما وتعظيما لقدر نبينا وتفخيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد القائل: من كان له فضل طعام فليعد به على من لا فضل له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان له فضل راحلة فليعد بها على من لا راحلة له. وتحدث حتى لم يترك من الأموال شيئا من الفضول إلا وعده. وأقول لكم: من كان له فضل دار فليعد بها على من لا دار له، ومن كان له فضل غرفة فليعد بها على من لا غرفة له. إننا اليوم في محنة وامتحان، والعقائد الكبيرة لا تبنى إلا في وقت الشدة ولا تبنى في وقت الاسترخاء. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، وأعل كلمة الحق والدين المبين، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ارحمنا رحمة تقينا بها عن رحمة من سواك يا أرحم الراحمين. ارحمنا رحمة تقينا بها عن رحمة من سواك. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر. وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.